السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي آية ودي قناتي. اول حاجة هنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا وما بتاخدش وقت. اسمها ايه؟ اسمها مندي الفراخ. اول حاجة هنجيب طبق كده او بولة او اي حاجة واسعة. هنحط فيها معلقتين ملح صغيرين صغيرين، مش من معلقة الشاي، ده معلقة بهارات. وفوقيهم معلقتين مندي صغيرين ومعلقتين كركم ومعلقتين بابريكا ومعلقة صغيرة من نفس المعلقة فلفل اسمر. وهحط برضو معلقة صغيرة من السكر. لازم السكر لانه بيدي طعم جميل جدا ومكرمل للفراخ. بعد كده هقوم ضايفة عليهم ربع كوباية خل. واقوم مقلباهم في بعض كده. بصوا، انا بوريكم الفراخ، انا ببقى مغرزاها كده بالسكينة، سواء الاوراق او الصدر. هقلب بقى التتبيله اللي انا عاملاها كده، لقيتها محتاجه خل، هحط خل تاني عشان يبقى الخليط يعني فيه ميه شويه. هقلبها بقى كده كويس. وهجيب ربع ربع من الفرخه كده، انا عامله 3/4 فرخه. هجيب ربع ربع واشرب من تحت الجلد واشرب من فوق الجلد. لازم تتشرب كلها. هشيلها احطها في طبق كده واعمل الورك اللي بعده، برضو مغرزاه بالسكينه. لازم يا جماعه البهارات المندي، لان هي اللي بتدي الطعم اصلا بتاع المندي. والصدر ده كنت شايله منه الجناح وتبلته كده برضو، يعني كنت مخليه لحم بس والعظم اللي ورا. هحطهم بقى فوق بعض في نفس العلبه بتاعه التتبيله. حضر الرز بقى، ده رز بسمتي. نقعته زي ساعه كده وصفيته. وبعد ما صفيته بقى حطيته في الحله اللي انا هعمل فيها، هدخلها الفرن. اصلا الحله دي للاسف الطاجن الكبير عندي اتكسر، فشلت ايدين الحله لانها فبر وحطيتها بقى فيها الرز. حطيت فيها الرز، حطيت بقى معلقتين بهارات مندي ومعلقه كركم، معلقه واحده كركم ولومي و... واتنين قرنفل وتلاتة كوبيبة صيني وورقتين ورق لوري وقرفة من اللي هي العيدان دي. وحطيت ربع كوباية زيت وهقلبهم في بعض كده. رجعت حطيت شوية بهارات مندي برضو زي نص معلقة كده، مش كتير. هقلبهم بقى في بعض كده واسويهم واقوم حاطة ضايفة بقى المية. الرز البسمتي طبعا حتى لو انت نقعاه بتحطي المية اللي هو محتاجها. يعني مثلا حاطة كوبايتين رز بسمتي، هحط 4 كوبايات مية او 3 كوبايات ونص. بيطلع يعني جميل ومفلفل وبيبقى روعة كده، غير الرز المصري بتاعنا. طبعا كوبايه رز تبقى قدامها كوبايه ميه. كده بقى انا خلاص. طبعا انا ما عنديش شبكه عشان احط المندي عليه، بس الجيش قال اتصرف. نقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم جايبين خله من اللي هي بتاعت الشيش طاووق، هحطها كده بالطول. اللي هلاقيها طويله هكسرها شويه من جنبي يعني عشان ما تبقاش بارزه. وهحط بعد ما اكسرها كده واخليها على قد الحله، هحط عكسها بقى خلة برضو على اساس ان هي تبقى شبه الشبكة بتاعت الشوي. انا بقى بدأت اكسرهم هنا اهو عشان تبقى على قد الحلة، عشان لما الف الفويل عليها الفويل ما يقعدش يتخرم. حتى لو اتخرم تبقى حاجة بسيطة. هنا بقى عملت برضو بالعرض. وهبدأ هحط او ال3/4 الفرخة اللي معايا كده. عدت نص ساعة، لازم تتساب في التتبيلة نص ساعة او ساعة براحتك، يعني حتى لو قعدت في التتبيلة هتبقى جميلة. هحط بقى الفرخة كده، هسويها كده واظبطها. وبعدين اجيب بقى ورق الفويل، هحط طبقة واما الفها كويس كده واكمرها عليها.
هقوم حاطة طبقة كمان. بس كده على فرن سخن درجة حرارة 200، واسيبها ساعة او ساعة وربع. بعد ما تطلع استوت وجميلة، جسيت الفراخ بالشوكة لقيتها مستوية، شلت العصيان اللي هي بتاعت الشيش طاووق، وشلت اللي هو اللي حبات الكوبيبة دي عشان بتبقى صغيرة مش باينة، سبت بس اللومي والقرفة واللوري. شوفوا الرز مفلفل وجميل ازاي. هقدم بقى في الطبق بتاعي. اهم حاجة بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. انا اتلخبطت، الريحة لخبطتني يا جماعة. الريحة روعة طبعا، واكلة جميلة ما خدتش وقت في ايدي. هي بس بتقعد في الفرن بس ساعة او ساعة وربع، انا قعدتها ساعة وربع. على حسب الفرخة، يعني لو فرخة صغيرة شوية بتقعد مثلا ساعة، لو فرخة اكبر من اللي انا عاملاها، هي دي فرخة وسط، بتقعد زي ساعة بالظبط. لو فرخة اكبر بتقعد ساعة ونص، وسط ساعة وربع، اصغر ساعة. هقدم بقى كده المندي، شايفين شكله عامل ازاي. شلته من على الرز، من على العصيان بتاع الشيش، وحطيته في صينية لوحده، اخد بس لون من الشواية، لون بس تحت الشواية كده. بقى انا رصيته بس رجعت حطيتها رصة تانية، هتشوفوها دلوقتي. وبكده خلصت وصفة النهاردة. ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعلوا زر الجرس تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.